بعضهم يعترض، ليش احنا ما نسجدش؟ احنا الآن قرأنا سورة العلق، ليش ما نسجدش؟ المجامع اللي زي دي يعسر فيها السجود، فأبدلناها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام ده في له دليل يعني؟ واللي احنا من فيها جبناه؟ القصة وما فيها تبدأ من فين؟ لو الإنسان دخل والخطيب يخطب، هل له أن يصلي ولا يجلس ويستمع للخطبة؟ الإمام الشافعي أجاب، قال يا جماعة الخير ضروري يصلي التحية بعدين يجلس ويتسمع لهم خطبة. الإمام مالك قال لا يا جماعة الخير، يجلس ويتسمع لهم خطبة. طيب ايش دخل ده في ده وانت دحين دخلت احنا في دوامه؟ عاد احنا ما كملناش. فالإمام مالك بن أنس قال ايه؟ قال يجلس ويتسمع لهم خطبة، يعني ما فيش صلاة ركعتين. الإمام الشافعي يقول ما في صلاة ركعتين بعدين يتسمع لهم خطبة. الحنفية وافقوا المالكية، تمام؟ وافقوا من؟ المالكية. بس الحنفية ايش قالوا؟ قالوا بدل ما يدخل ويجلس على طول، لا، يوقف كذا بمقدار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويجلس من غير ركعتين. فالفقهاء بعدين تأملوا، قالوا إذا كان كلمات تقوم مقام أو تجزئ بدلا من ركعتين، إذن هي ستجزئ بدلا عن هذه السجدة. ده احنا وصلنا للمسألة، ده احنا وصلنا لما؟ للمسألة. خلاص؟ ما دليل دالة وما دليل دالة. الشافعية دليلنا يا شباب ايش هو؟ واحد اسمه سليك دخل والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم. سليك ده جلس يشيش يتسمع لخطبة النبي. ايش قال لها النبي وهو يخطب؟ قال له قم صلي ركعتين. الشافعية قالوا يا سلام، ده معنا الحديث يعني. يا مالكية تنكرون هذا الحديث؟ قالوا لا والله ما ننكرهش، هذا حديث صحيح بس انتم ما فهمتوناش. لما رحنا ندور احنا بعد سليك الغطفاني ده، دورنا بعده شفناه من فقراء الصحابة، وكان مش ساكن معهم في المدينة. فالصحابة كانوا يجمعون له زايد ناقص علشان يهبوا له لما يأتي عندهن. فمن حكمة النبي ما قال لهم شوية يا جماعة الخير شوفوه ده هو سليك موجود، لا، لفت انتباه الناس كلها بحكمته. قال له قوم يا سليك وصلي ركعتين، منها إعلام منها أجا علشان تهبوا له حقكم الصدقات. بس ده هو الغرض، لأنه كان من فقراء الصحابة. يا سلام يا مالكية، إذن هذا فقه، هذا ما فقه. والحنفية بعض منهم قالوا نفس هذا الكلام. خلاص؟ إذن دي قصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلا من ما؟ بدلا من السجدة. كم عدد سجدات القرآن يا شباب؟ عدد سجدات القرآن 15. الشافعية قالوا عندنا 14. حبه احنا ما نقول بهاش انها سجدة تلاوة يعني. ايش هي؟ قالوا سجدة صاد. سجدة صاد دي ما هي سجدة تلاوة، هي سجدة توبة نبي، يعني عدوها بالنسبة للنبي توبة وبالنسبة لنا شكر، يعني هي مش محسوبة حبة من سجدات التلاوة. فكم عندنا السجدات في المصحف؟ 14. الحنفية قالوا احنا عندنا 14 بس صاد موجودة. ايش اللي حذفوا الحنفية؟ السجدة الثانية من سورة الحج. السجدة الثانية من سورة ما؟ الحج. قلنا لهم ليش؟ خلاص يعني إذا احنا حذفنا حبة انتم مش تحذفون حبة؟
قالوا لا، السجدة عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، والعبادة دي لابد من وجود نص فيها، فما دريناش ولا وجدنا أن النبي سجدها، أن النبي ما له سجدها. احنا الشافعية رحنا ندور سجد ولا ما سجدش النبي صلى الله عليه، حصلنا الحمد لله. واحد من الصحابة سأله قال له يا رسول الله الحق دي فيها سجدتين، تمام، نسجدها ولا ما نسجدهاش؟ قال اسجدها، ولها فضل أزيد من صويحباتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا بالمعنى، تمام. الحنفية قالوا لنا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، الحديث ضعيف لا يصلح لما؟ للاحتجاج. أنتم الآن متصورين معي المعارك الآن المذهبية، في الحقيقة هي الآن تنور من فكرك وعقلك، فهمت؟ الحنابلة قالوا احنا بصف الشافعية، يعني عندنا 14 سجدة، خرجنا ما؟ وحدة اللي هي صاد. إذن الآن الحنابلة والشافعية متفقين على أن سجدة القرآن 14 وخرجوا صاد. الشافعية قالوا ليش يسجدها في الصلاة وهو عالم بطلت صلاته، حتى لدرجة أنهم قالوا أو لو صلى بك إمام وسجد نوي المفارقة، ده واحد عبيط ولا مين اللي دخله إمام؟ فهمتم؟ الحنفية ما هبوش مصايبته، الحنفية قالوا خلاص بما أن إمامك سجد سجدة ثانية حق سورة الحج ما علينا، مش زي احنا في سورة صاد احنا ما لحنا قليل كذا متمسكين بالمذهب، ما نفلتش لما مسألته. كم عاد باقي لنا من المذاهب؟ مذهب واحد بس. المالكية يقولون سجدات القرآن عندنا 11، ما منهاش 15. يا سلام، يعني انتم شليتوا لحنا 4 حبات، خير إن شاء الله، في عندكم يعني حاجة مهمة شتقولونها؟ قالوا نعم، السجدة الثانية من الحج ما هلهاش عندنا، وافقوا الحنفية. قلنا خلاص طيب ما هم جديد اللي انتم شليتونا؟ قالوا شلينا حق النجم، وشلينا حق الانشقاق، وشلينا حق العلق. مركزين معايا؟ ها إذا انتم شليتونا الآن 4 حبات، بقيتوا لحنا كم؟ 11. لما يا مولانا يا مالك يا بن أنس، تمام، ليش يا إمام خرجت تم 4؟ قال مسجدة ثانية حق الحج. خلاص أنا سبق وقلت الكلام فيه، لكن النجم والانشقاق كذا ولا لا؟ الانشقاق في حبه والعلق، قال لم يرد أن رسول الله سجد في المفصل، يعني المفصل ده اللي هو على فكرة من قاف ومنزل إلى الناس ده كله مفصل، وله طوال له أواسط له قصار، تمام. قالوا لا يحسن أن تقول صغار السور، لأن ليس هناك في القرآن صغير، إنما يحسن أن تقول قصار، حتى شوف الفقهاء عندهم حسن الانتقاء للألفاظ. واضح الكلام؟ احنا رحنا نشوف هل النبي سجد في المفصل ولا ما سجدش، ضروري يكون معنا احنا دليل، فاهمين؟ قالوا زيد بن ثابت قري على النبي سورة النجم، تمام، ده دليل المالكية على فكرة، ما سجدش، ده دليل من؟ المالكية، أن زيد بن ثابت قرأ على مين؟ على سيدنا محمد سورة النجم، فرسول الله لم يسجد. احنا عندنا رد لهذا الحديث يا شافعية، قلنا أصلا كان زيد قارئ ورسول الله مستمع، فإذا سجد القارئ للمستمع أن يسجد، لكن المستمع هو اللي يسجد ابتداء لا، إذن ده رد، دمه رد. أما بالنسبة ما سجدش النبي في المفصل، نعم هذا وارد في رواية أن النبي ما سجدش في المفصل، احنا ضعفنا ببساطة كذا. ها طيب الخلاف ده كله نستفيد منه مه؟ يقول لك نستفيد أن الأمر في السجود مش للوجوب، إنما هو للاستحباب والندب.
وجائز أن تترك وأن تفعل. إذن قد رسول الله نفسه يكون سجد هنا مرة ما سجدش هنا، وهناك سجد، وفي المكان الثاني ما سجدش، ودي الروايات كلها اللي تيجي عندنا. إذن أي مسألة يختلف عليها الفقهاء مثل هذا الاختلاف اللي أنا ذكرته، يعني نستفيد على أن الأمر مش صعب للغاية، ليس صعبا، إنما تسجد اسجد، وإذا ما سجدش عليك إثم، لا ما عليكش إثم. خلاص؟ إذا كملنا قصة السجدات وما يتعلق بهذه السجدات. لذلك أي واحد الآن سيدخل يعترض علينا من المتشددين سيقول العلق هذه سجدة في المصحف، أنتم كسله اسجدوها. نقول له أول حاجة المالكية ما يقولون بهاش، تمام؟ يعني فضلا عن مسألة داخل الصلاة خارج الصلاة، هذا يقول به كثير من الشافعية، تمام؟ يعني الشافعية يقولون نحن عشان نسجد صاد خارج الصلاة، داخل الصلاة ما عشان نسجدهاش، بس أعرف على أنها سجدة ما؟ شكر بالنسبة لنا وتوبة لسيدنا اللي هو مين؟ داود، قال فخر راكعا وأناب. واضحة المسألة الآن؟ إذا من فين أتينا لها؟ أتينا لها هل الإنسان لو دخل والخطيب يخطب يصلي ولا ما يصليش؟ وفين انتهينا؟ في نهاية الاختلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة. استفدتم حاجة؟ الحمد لله. إذا ما يستفاد؟ الأمر ليس صعبا للغاية. يا سلام، شوف شلها كذا، ها تسجد مش ساجد ما عليكش إثم، لأن الخلاف ده تمام ليس صعبا للغاية. يلا بس انظروا إلى فقه أهل السنة وفقه الوهابية اللي كل شيء عندهم حبتي ولا اديك، حبتي ولا اديك، حبتي ولا اديك. إذا قرأت في البيت وجدت السجدة هل تسجد ولا تقول سبحان الله والحمد لله؟ الحسين أبو بكر الله يرضى عليه دخل بنى التراويح وقرأ الحق، تمام؟ هو شافعي على مذهب الفقه حقه يعني، فقاموا سجدهم ثنتين، سجد هناك وسجد هنا، مش كذا ولا لا؟ قبل 3 ليال. ده فعل شافعي ولا حنفي؟ شافعي. احنا عشان نسجدها، تمام؟ سؤالك بالضبط فين؟ أنا قلت لك لو واحد قرأ في البيت أجعل السجدة هل يسجد ولا يقول سبحان الله؟ في البيت يصلي ولا في البيت يقرأ؟ يقرأ. إذا في البيت يقرأ يسجد عند أي سجدة يجي لها، تمام؟ أنت شافعي ولا لا؟ خلاص إن احنا خارج الصلاة 15 كلها لها، أما داخل الصلاة 14 موجودة وحبة مش موجودة اللي هي صاد. تفضل. المكان مش مهيأ انك تسجد، تقول زي ما قلنا الان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اما عند الحنفيه الامر خطير، عند الحنفيه يقول لك تبقى في ذمتك اذا قرأتها او اذا سمعتها وانت قاصد للاستماع والانصات، وجب عليك على انك تقضي سجدته حتى وان كنت في مشارع. افرض انك مريت من عند صاحب موتور فاتح قرآن كريم ومر بالسجده، يقول لك كيف تسجد في مشارع؟ انت مش متوضي واشياء يعني. يقول لك خلاص لما تروح البيت ان شاء الله تقضيها، ضروري تسجدها. عندنا عند الشافعيه لا، الامر مش كذا، ما لا ليس كذلك. اما سجدة التلاوه مع سجدة الشكر ايضا مع سجدة السهو، اي سجده ذكرها يا مولانا سبحان الله العظيم وبحمده، تكررها 3 معليش، اي سجده. أما بالنسبة للدعاء الخاص في سجدة الشكر والدعاء الخاص في سجدة السهو والدعاء الخاص في سجدة التلاوة، دي كلها يعني كمال مش ضروري منه. يعني لو سجدت وقلت سبحان الله يكفي، تمام؟ بعض الشافعية اختاروا الآية اللي موجودة في الإسراء، ايش يقولون؟ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. مش كذا أجن في الإسراء؟ إذا تقولها زي ما هي وتقوم. أما سجدة السهو اختلفوا فيها الشافعية، قالوا إذا كان السهو في الصلاة عمدا، يعني أنت مآند ربك وأخطأت كذا تعمدا، يقول لك سجدة السهو ما يكونش فيها سبحان الله، يكون فيها استغفر الله بس، هذا هو، تمام؟ وعندنا شروط لهذه السجدة، يعني لا بد أنك تتوضأ، تستقبل القبلة،
تكون ساتر للعورة، تكبر تكبيرة الإحرام، تمام، وتكبر تكبيرة الهوي إلى هذا السجود، ومعك تكبيرة حق ايه؟ حق الجلوس، ومعك السلام عليكم ورحمة الله. إذا مزبطات حق كورة والركلات حق كورة اللي الآن يسجدونها، أول حاجة مش متوضي، ثاني حاجة مش ساتر للعورة، ثالث حاجة ما يدريش هل هو مستقبل القبلة أم لا. السجدة دي بدل ما تكون أجر يا حبيبي تكون عليك إثم، ما فيش عندك ولا شرط من الشروط، وأنت قمت تسجد لي في ملعب كرة القدم لأنك هدفت. تتهويفه تمالها تهويفه، عيب عيب، مثل هذه الحركات لا تصلح. لا بد لنا أن نعبد الله وأن نفعل على وفق الشريعة، تمام. نفس الحكاية، واحد دخل الكعبة أول مرة يشوف الكعبة قال الله أكبر، سجد على طول. النبي يقول تحية المسجد الطواف، فين الفقه؟ فين؟ كيف الله أكبر وساجد؟ قول مستقبل القبلة أنت، قول إنك ساتر للعورة، قول على أنك متوضئ، لكن أين تكبيرة الإحرام؟ أين الله أكبر؟ أين الله أكبر بعدين؟ أين السلام؟ ده كله هباله أتوبها من المطاوعة، تمام، أو السلفية الوهابية، فاهم؟ معليش، مع احترامي أنا نازل على الوهابية إن شاء الله، وأنا صايم وأنا فاطر كمان، لأن ديلة مساكين الله لا فاهمين ولا دارسين ولا عارفين، والله أعلم.